لسه معانا في سيدتي فقرة ديكور الافراح، وهنتكلم عن الجديد في ديكور الافراح. ايه هي التيمات؟ بس كل واحد لما بيجي يعني ينظم فرح بيبقى بيركز على تيمة معينة تكون هي التيمة او الشكل الغالب او الشكل الاساسي في جو الفرح. هنتكلم عن ديكور الافراح مع منظم الافراح استاذ ايمن عابد. اهلا بيك معانا يا استاذ ايمن. و يعني اصبح ان لما نيجي نعمل فرح لا بيتنظموا، يعني في ترتيبات خاصه جدا لموضوع الفرح، مش بس اللي بيبقى يتعمل الترابيزات والبوفيه، لا بقى في المناخ العام للفرح مهم جدا. بنلجا لمنظمين افراح او بيرتبوا الشكل العام للفرح. ده فعلا بقى ترند جديد او اتجاه جديد بيعتمد عليه في الافراح. بالظبط، هو دلوقتي خرجنا من نظام الكلاسيكيه. يعني دلوقتي عاصمه الافراح في فكره بنقدر نشتغل عليها. الفكره دي بتبقى معانا في بدايه الفرح، وازاي ندخل هذه الفكره في كل مكونات الفرح. من اول الكارت بتاعنا لغايه ما بنعمل الكارت والبونبونيره، وبعد البونبونيره الديكور بتاع العربيه، وبعد ديكور العربيه نبدا ندخل القاعه او اذا كانت فيلا، وبعد كده نعمل ديكور القاعه وهكذا. هو ده بيقول عليها التيمه الغالبه او التيمه لشكل الفرح. طب عريس وعروسه عايزين يعملوا زي ما حضرتك قلت بالكارت، البونبونيره، بالتزيين العربيه، بكل حاجه، بكل التفاصيل، يبتدوا يحضروا من امتى من قبل الفرح؟ اعتقد شهرين ده وقت مناسب. يعني ان احنا نخش في التفاصيل هنحتاج فتره شويه، فممكن شهرين، ممكن شهر، بس مش اقل من شهر. اقل من شهر تبقى شويه صعبه، هنضغط حبه يعني. تمام. لو دخلنا في تفاصيل كتيره، يعني لو هنعمل كليب مثلا للعريس والعروسه كمان ده من ضمن برنامج من عناصر التحضير. فمثلا هنعمل كليب بنعمل له قصه، ونبدا بعد كده نفس القصه مرتبطه بالشكل. بتخرج حفله، بتخرج حفله بالظبط، بتطلع حفله كامله، وفي الاخر انت عايزه الناس كلها مبسوطه. ده بالنسبه لك ان الناس عجبها الفيلم يعني. قبل ما نخش بقى في التفاصيل والامثله والنماذج اللي معانا ان شاء الله، فستان العروسه وبدله العريس، او تحديدا فستان العروسه، انا بقول البدله حاجه واحده. فستان العروسه يبقى له دور، انت بتحب تعرف تفاصيله او كده، ولا مش علاقه بالتيمه العامه للفرح؟ الفستان لازم ياخد تاتش من التيمه العامه للفرح. يعني احنا هنشوف برضه مثلا لما نستعرض ان احنا اشتغلنا بالوان معينه. الفستان ابيض، فهو طبيعي ان يبقى الفستان ابيض او اوف وايت او اوف وايت. لازم نديله التاتش بتاعها اللي هو يعمل التجانس او الهارموني مع باقي الفرح. فبالتالي لازم ياخد تاتش صغير. يعني ممكن تحط لها اكسسوار معين من التيمه العامه مظبوط كده، مظبوط خالص. يعني ندي تاتش صغير من اللون، نتحافظ على اللون الابيض ككل للفستان، وفي نفس الوقت ندي تاتش صغير اللي احنا بناخد الكلر نفسه اللي هو شغال على التيمه كلها، فبالتالي بيبقى فستان واخد نفس الشكل بتاعها. في موضات في التحضير لتيمات الافراح، ولا دي حاجه بتبقى نوع من انواع، بتبقى حاجه خاصه جدا بصاحب منظم او منظم الفرح؟ هي الموضات نون ستوب، ما بتقفش. يعني احنا كل سنه بنخترع دون هل هي فيها اتجاهات عالميه للشكل العام للفرح، ولا دي بتبقى حسب قدرات كل منظم افراح، بيبقى عنده فكر خلاق بيقول حاجات مش موجوده، يعني حاجات مش ده هي الدركه او اللي هي الاتجاه العام؟ بيبقى احنا شغالين على حاجتين. بنشتغل على حاجه من الفكر بتاعنا، الفكر بتاعنا ناتج من احنا الحاجات اللي احنا شايفينها وعملناها، فازاي نبلورها بشكل افضل للفرح اللي بعده، وهكذا اللي بعده ازاي نطورها، وفي نفس الوقت حسب رغبه العميل اللي جاي. يعني في حد بيبقى عنده فكره معينه شافها، او فكره حب يعملها في وقت معين، فبالتالي بناخد الفكره ديت وازاي ندخلها في كل الشغل اللي موجود. طب خلينا نقول بقى امثله. نبتدي بايه؟ في حاجه جرين ووايت، نبتدي مثلا ممكن بالجرين اللي هو لون الابل. الابل شكل التفاح نفسه الجرين، في ناس كتير قوي بتحبه. تمام. وبنقدر نشتغل بيه. فلو شفنا حاجه نموذج، ده السنتر بيس بتاع الترابيزه. تمام. فالسنتر بيس بياخد الشكل ده. اصبح لون الابل هو اللون المسيطر الغالب على الفرح. هنلاقي فستان العروسه هنديها تاتش صغير في التصميم. فستان برضه يعني مثلا نحط ايه مثلا مع بنحط شريطه صغنونه، ممكن شريطه صغيره بتتحط مع الفستان تدينا الشكل الابل. فده مثلا حاجه زي السنتر بيس. نبدا نشتغل التورتايه. لو يعني عندنا تورتايه
برضو هنستخدم الابل، هنبدا نعمل تورتايه بنفس الشكل. هنبدا نتكلم على الكراسي والترابيزات. لو انا بشتغل ببيون مثلا اللي بعمله على الكرسي، هبدا اعمل مثلا لون اخضر، يبقى البيون الاخضر بالظبط. يعني الصوره اللي معايا ديت توضح بشكل كبير. ده الجرب؟ ده الجرب بالظبط. اكيد طبعا برضه بيبقى اللون الاخضر هو اللون المسيطر. جميل. فنلاقي الديكور كله يعني فيه جزء واضح من فستان العروسه، في شريط اخضر في فستان العروسه على اليمين. ايوه. الترابيزه نفسها في ابل في النص السنتر بيس، وفي فيونكه بنربط بيها النابكن جيست او جيست نابكن اللي هو بيتحط قدام المدعوين. أيوة. فالجيست نابكن ده بيتربط بالشريط برضه باللون الاخضر. نلاقي ان فوق في تورتايه، التورتايه برضه بتبقى الابل هو اللون الغالب. بنلاقي الترابيزات والكراسي كلها برضو اللون الغالب اللون الاخضر لون الابل. يعني هو مينلي الفاشن دلوقتي سيمة الفروتس، يعني الفروتس اصبحت هي الوان الفروتس هي او الوان الفاكهه بالظبط. الفواكه هي السيمة. فاحنا بنقول مثلا لو ابل خلاص يبقى الفرح بتاعنا ابل. حد يقول انا عايزه ستروبري، فيبقى هنشتغل كل حاجه بنفس الفكر ده ستروبري. فاصبحت الفروتس دي حاجه جديده. يعني بقول لحضرتك نون ستوب الموضوع ما يتوقفش. برضه دي حاجه من الحاجات برضه لون الابل نفسه بنلاقيه داخل في الورد بتاعنا، داخل في الديكوريشن. حتى الدعاوي لو انا هحط رقم ترابيزه ممكن احط ابل على الترابيزه واربط فيها رقم الترابيزه نفسه. كروت الافراح وكروت الفرح اكيد. يعني برضه هشتغل من كروت الفرح. ان هيبقى كارت الفرح في شريطه برضه ممكن الاخضر واقدر احط لها ابل. فالفاشن الفروتس هي الاتجاه السائد. بالطريقه دي بتبقى فرح احلى يبقى اوت دور او ولا ملوش علاقه؟ التيمه مالهاش علاقه باللي هو اوت دور او ان دور اللي هو داخلي او خارجي؟ لا ملوش علاقه. ممكن نعمله داخلي او خارجي، ما فيهوش مشكله يعني. تمام. ايه تاني غير الالوان اللي احنا لسه ما نزلناش في ابيض واسود بلاك اند وايت. البلاك اند وايت هي فكره كلاسيكي شويه. ما اقول لحضرتك فكره هي قديمه بتعمل كتير. تمام. ممكن نشتغل بلاك اند وايت اهو زي حاجه واضحه كده ونحط المفرش نفسه. الاسود كتير ده بيتكسر. يعني حضرتك خدت بالك احنا ممكن برضو بنغير زي ما احنا عايزين. ممكن نقلب المفرش على الترابيزه ده بابيض، والستريبس او الحاجات اللي هي البيضه اللي جايه بالعرض على الترابيزه تبقى هي السوداء. يعني يبقى البلاك بيضاء والكرسي نقدر نعكس الموضوع ده. يعني لو حاسين ان ديكور القاعه هيديني اللون الغامق فنقدر نعكس، احنا نخلي الكرسي ابيض والبيبيون اللي هتبقى من ورا هيبقى لونها اسود. الاتجاه ده التيمه دي واخده قبول كتير هي كلاسيكيه شويه. تمام. كلاسيكيه شويه وفي ناس بتحبها. حتى يعني الستاف بنخلي الستاف يبقى برضه بلاك اند وايت. بنخلي الستاف برضه في الجرين اند وايت برضه يعني حتى الستاف بيلبس مع بيبقى في تاتشات. بنحط لوجو، بنحط حاجه على اللبس اللي هو لابسه بحيث ان هو يبقى واخد من نفس الشكل بتاع السيمه بتاعت المكان. فالبلاك اند وايت هي موجود كتير. في حفلات كنا زمان بنعملها حفلات بلاك اند وايت. فكل حتى بنكتب يعني حتى الانفيتيشن اللي بيروح كده بالظبط. الانفيتيشن اللي بيروح للمدعوين ان هي الحفله او الويدنج بلاك اند وايت. التورتايه زي ما هي موجوده بنعمل شوكليت لون غامق فبلاك اند وايت. كل ما يتعلق بيها بنفس التاتشات بتاعتها بيبقى واخده لون شوكليت بلاك. مع السنتر بيس شكله ايه بقى؟ السنتر بيس ممكن نشتغل بيه كذا حاجه. بنشتغل بالشمع، فالشمع وايت ونديله التاتشات بتاعته بلاك. فدي برضو بتديني نفس ممكن على العروسه تحط برضو شريطه معينه ستان بالظبط. هي يعني برضو العروسه حطينا العروسه جنب العريس فبقى بلاك اند وايت. هم مجرد موجودين مع بعض فهم بلاك اند وايت. طيب التيمات الثانيه ممكن نتكلم عنها. في حاجه جديده كده السي او البحر ديت حلوه. صوت البحر بالظبط. دي ظريفه في الاوبن اير شويه. تمام. وفي الصيف كمان اكتر. وفي الصيف تشتغل معانا ولو هنعمل افراح في فتره الصبح برضه يعني 12 بالظبط بتبقى برضه ظريفه. يعني فتره الشتاء احنا داخلين على فتره الشتاء. في ناس بتفضل الاوبن دور انها تعمل الفرح بتاعها الصبح دلوقتي. فممكن السي بيبقى نوع من انواع رابطين فرح وفن. يعني في فن، في نوع من المتعه، في نوع من الجو بتاع السي. وبيرتبط في كل حاجه حتى اكل البوفيه بيبقى سي فود مثلا بيبقى فيه بيبقى بالظبط.
يعني اكل البوفيه بنركز يبقى فيه سي فود ستايل، في شريمب، يعني بنعمل حاجه شجره، الشجره ديت بتحط فيها الشريمب متعلق كده فبيبقى شكله حلو قوي. فبنبدا كمان نشتغل على البوفيه بنفس منظر ده السنتر بيس مثلا واضح. ده السنتر بيس، ده السنتر بيس كاندل، واخد الستارز او نجمه البحر. بنبدا نشكلها القواقع، فدي خلاص بنقدر نحط على الترابيزه نفسها بعد القواقع حوالين داير، فاللي داخل خلاص هو شعر كمان ان ده الستايل بتاع الفرح، ان كله بالشكل ده. في نفس الوقت العروسه ده شكلها ايه بقى؟ هنشوف في تورته عروسه برضه هتظهر جايه لحضرتك. القواقع برضه؟ في القواقع، وفي على شكل رمل، يعني كانها التورته زي ما اي حد بيبقى قاعد على البحر فبيعمل دي برضه سنتر بيس، دي سنتر بيس بشكل اخر، وحوالين داير بعض القواقع والاشكال بتاعتها. التورتايه برضه ممكن زي ما قلت لحضرتك اي حد يروح البحر يعمل ايه؟ بيحب يجيب الرمله ويعمل شكل، يعمل بيض يعمل شكل. فنفس الكلام بنعمل تورتايه بنديها الايحاء ان هي رمل، بس هي واقعيه مش رمل، ده برضه شكل من الاشكال. او بنعملها لون لبني فواخده اطار البحر، وادي التورتايه الواضحه طبعا دي زي ما انت قلت رمل بالظبط، كانها رمل، هي كانها رمل لكن هي واقعيه مش رمل. فدي ده شكل التورتايه بنفس الشكل بتاعها. الكوشه بتاخد. طب الرمل دي معموله ازاي؟ هو الشكل هو رمل لكن معموله ازاي؟ هم فوق بيسالوا معموله ازاي؟ في الستايل ده بنشتغل بالسكر شويه. بالسكر؟ السكر بيديك الاحساس باللون الرمل، فمكوناته مع بعض وبتكمل فبيديك السكر الوان. سكر الوان، السكر تديله لون خلاص حصلتي على الشكل بتاعه يعني، وبياخد التاتشات بتاعته كانها فعلا رمل. العروسه في نفس الوقت ممكن في الكوشه بنعملها على شكل صدفه. الكوشه نفسها بتبقى صدفه، فبتبقى يعني حتى في مرحله اللولي بالظبط. فممكن يعني ده نوع من انواع التقديم. يعني زي ما اتكلمنا قبل كده في الحلقات اللي قبل كده كنا بندخل مثلا بعربيه يخشوا القاعه، ممكن يتاخدوا بشكل ده شكل اخر. احنا بننزل الصور بس طب النزول فاحنا لازم نتابع مع بعض فيها. فده برضه السنتر بيس قواقع، ده سنتر بيس بالكاندل بتاعه. احنا احنا معاك ومع يعني مع مخرجتنا عشان هتنزل لنا الاشكال والنماذج، ان طبعا لما نتكلم بشكل نموذج بيدي برضه بيقرب الصوره للمشاهد. طب لو العروسه ايه الاكسسوار اللي تلبسه مثلا؟ طب ده ايه؟ ده حاجه تبقى زي الكب كيك كده، تبقى بتنزل للعميل، ده بنشكل لها كذا شكل. وفي نفس الوقت اتمنى برضه كان في صوره كارت الفرح بقى قواقع يعني بتاع السي برضه منتظرين هتنزل دلوقتي. فبرضه بننزل بكارت، الكارت بيبقى عليه تاتش بالقواقع. العريس والعروسه زي ما انت حضرتك بالكوشه بنعملها شكل قوقعه. العروسه مش بتحط حاجه. طب دي برضه جو البحر. ده جو البحر برضه، يعني ممكن احنا نعرض للعميل ادي شكل، يقول لا انا مش عايز شكل رمل مثلا، فعايز شكل اخر، نقدر نشتغل الشكل ده. وفي نفس الوقت في طلبات غريبه جات لك من العريس والعروسه، بما ان انتوا بتعملوا تيمات مختلفه وممكن تكون نوع من انواع مترقعه شويه. في مثلا عريس وعروسه عندهم فكر جديد يقول لكم حاجه غريبه تعملوها في حاجات جت لما عملنا قبل بلاك اند وايت، ربطنا البلاك اند وايت بالافلام. البلاك اند وايت الافلام القديمه فتعمل ستيشنز للافلام القديمه، يعني جزء كده في صور متوزعه على الترابيزه نفسها عليها ستيكرز افلام قديمه ابيض واسود، فاصبح اتربط الحفله بقول لحضرتك كل حاجه بتتطور، فبلاك اند وايت موجود اوريدي. فاتضاف على البلاك اند وايت الجزء السينما، ان الافلام القديمه تبقى ستيشنز بشكل مثلا في رشدي اباظه، في اسماعيل ياسين، في بلاك اند وايت كستيشنز، حتى الحجز الستيشن اللي هيروحوه بتاع فيلم معين او بتاع ممثل معين. طيب في الوان، في تيمات ثانيه لون البني لسه هينزل دلوقتي على الهواء، تيمه اللون البني موجود في الافراح؟ في البني البيج، وفي الحاجه المتخصصه برضه ممكن نتكلم في ستايل ده ستايل بتاع السيتنج الترابيزات. برضو لو شفنا في صوره وراها كمان هتوضح لنا السيما بشكل اكبر، نقدر يعني توضح لك الرؤيه كلها. فانا برضو عايز ارجع تاني هقول
ان ارتباط الشيء ببعضه. يعني بلاك اند وايت اتطورت، بقينا بلاك اند وايت وسينما. اتكلمنا في حاجه ممكن خاصه بالكريسماس مثلا، او هنتكلم في حاجه خاصه بالكريسماس. طب على سبيل المثال لو حد طلب منك فرح في الكريسماس او في السنه الجديده، هيبقى الديكور اكيد فارض نفسه، هو ديكور السنه الجديده، ديكور او تيمه الفرح. طبعا هو في عندنا فرح فعلا حقيقي في النيو يير. حتى بنخطط دلوقتي الساعه 12 بالظبط، يعني في ناس هم راغبين ان يعملوا الفرح سنه جديده. سنه جديده. فالساعه 12 هنعمل ايه في التوقيت، يعني الناس خلاص كلها تبقى سهرانه في الفرح. فهيبقى هو فرح مميز يعني، وهيبقى له في شغل جميل. صوره اخيره هنعلق عليها بقى كده، نتكلم على ديكور اخر حاجه دي. ده لو خدنا الحاجات بتاعه البحر، لو خدنا بالنا كارت الدعوه اللي فوق على اليمين، ده خاص بالسي ستايل برضه، او ستايل البحر او ستايل البحر. ده النجمه بشكل الترابيزه بكل الديكور اللي معاه بنفس الستايل بتاع السي. طيب لو قلنا نرجع نتكلم كريسماس بيبقى عامل ازاي؟ الكريسماس بيلعب باللون الاحمر طبعا، لون قوي جدا. من اول وممكن كمان الاخضر الغامق بتاع اللون الاخضر بتاع زي اخضر مع الاحمر بالظبط. برضه في حاجه جميله يعني ان شاء الله الفرح ده هيبقى برضه من الافراح المميزه. تمام. ان من اول الجيست بوك بالستيشن المعمول في الاول بالشجره بالايسمان بالبابا نويل، ده كله في المدخل والقاعه، وصورهم هم، وفي نفس الوقت هو العريس هيبقى يعني زي ما كنا اتكلمنا قبل كده بنحط كاركترز صوره العريس والعروسه. فالعريس هنا هياخد بابا نويل، يعني هيبقى لابس لبس بابا نويل بالحجم الطبيعي، وصورته هو بابا نويل. لابسه ايه؟ مش هنعملها اسماء يعني مش هتبقى اسماء، بياخد الشكل بتاعها. فهنلاقي ان كل حاجه في ترتيبها، العربيه نفسها هنلاقي برضو واخده الكريسماس ستايل، يعني هتبقى ابيض في احمر في اخضر، برضو هتبقى دي الالوان. فده هيبقى اعتقد يعني الناس اللي بتحضر الافراح يعني ان شاء الله ده هيبقى في يوم 31، فده اتجاه برضو حلو. طيب لو نتكلم على الالوان الخاصه بالتيمات، في الريد والبينك مع بعض. في الريد والبينك زي ما قلت لحضرتك، احنا قلنا اتجاه الفواكه موجود، واتجاه الالوان. اتجاه الالوان ان بيتحدد لونين او ثلاثه او لون واحد هو اللون المسيطر على الفرح ككل. تمام. فنلاقي مثلا الشبينات بتاعت العروسه كلهم لابسين. صحيح، كنت عايز اسالك على موضوع البنات اللي هي مادموزيل دينار، برضه بتتدخلوا في الفستان بتاعها والحاجات دي؟ احنا بندخل، واحيانا ما بيبقاش عندها اصحاب كتير مثلا كمان بنجيب بنفس الستايل، بنفس القيمه بتاعت لان هم داخلين بيبقوا معاها، فبيبقى الجو شكله جميل قوي، بياخد نفس السيمه بتاعت المكان يعني. فبنقدر نوفرها. هنتكلم على قيمه الالوان. في عندنا ممكن نشتغل ريد وبينك. ريد وبينك ده برضو من ضمن الالوان اللي محبوبه للفيميلز او السيدات، بيحبوا ان هو اللون البينك بالذات تحديدا. فبندخل ريد وبينك. ممكن بندخل بلو مع ريد او يعني ازرق. او اللون الازرق مع الابيض بيبقى جميل كمان. والازرق مع الابيض بيدي شكل حلو. بس لو دخلنا في الكلاسيكيه بيقول لك بلاك اند وايت، يعني بلاك اند وايت. يعني دي من الالوان اللي بتفضل طول عمرها موضه ما بتبطلش. مستمره. وخاصه الشغل فيها برضو اصبح سهل، يعني التطوير فيها سهل ان احنا نطور فيه يعني. في اشكال ثانيه زي ما قلت لحضرتك، يعني قلنا الكريسماس، قلنا الابل، قلنا ممكن الريد والبينك، قلنا ستايل البحر، في ستايل الليمون في ستايل الليمون بالظبط. ده اتعمل منه برضو. بحط اللون وبحط كمان الثمره في الليمون. بالظبط كده. ازاي بوظفها؟ الليمون نفس يعني قريب من توظيف الابل. ما احنا دي فاكهه او دي من مش هقول فاكهه يعني موالح او من الثمرات. فالليمون من ضمن الحاجات المرغوبه قوي، لان لون الليمون نفسه حلو. صحيح. ولون شايننج كده، يعني لون ساطع. براق كده. فليه رونقه يعني. ففي ناس يقول لك عايز ليمون برتقال، يعني يبقى الفرح فيه ليمون برتقال. فده بنبدا نشتغل على الشكل الليمون. صحيح. في كل حاجه، يعني حتى في الدعوات، في الانفيتيشنز وفي الافراح وكله.
كل حاجه متعلقه بالفرح بتلاقي الليمون داخل فيها، حتى على الترابيزات يعني هتلاقي على الترابيزه نفسها ممكن مربوطه الليمون مربوط برضو بريبون واخد برضو شكل ومحطوط على الترابيزه. ففي اشكال كتير قوي من الليمون. السنتر بيس نفسه هنلاقي في ليمون، بنقطع الليمون سلايز ونعمله في الكاس ونبدا نحط الكاندلز جواه، فبرضه الليمون الشمع، فنحط الشمع والليمون متقطع سلايز حواليه، فبرضه طلع شكل حلو. من التمات الفاكهه كمان الفراوله. الفراوله في ناس بتعشق الفراوله، وبنشتغل الفراوله مع شخصيه ستروبري. يعني في شخصيه ستروبري حضرتك عارفاها خاصه بالاطفال، فبيبقى شغالين مع الفراوله نفسها كفتينه للفرح، والستروبري ككاركتر بندعم بيه الفرح نفسه. احنا خلاص كده فقرتنا انتهت. بشكر جدا منظم الافراح او مصمم ديكورات الافراح الاستاذ ايمن عابد. يمكن النهارده شرحنا افكار مختلفه، يعني افكار جميله كلها بتدي يعني شكل حلو للفرح، يبقى فرحان قوي ان هو بينظم او ان هو بينظم فرحه او بيجتهد في تنظيم فرحه. بشكر جدا استاذ ايمن، وان شاء الله يكون لقاءات قادمه ان شاء الله. مشاهدينا كده انتهت حلقتنا النهارده من سيدتي، حلقه نهايه الاسبوع. ان شاء الله يوم السبت القادم نبدا معكم اسبوع جديد وفريق عمل جديد من سيدتي على المصرية. الى اللقاء.